اعترف ليك في الإفيهات؟ يعني للأسف جربت بس ما قدرتش. هبهرك خالص. اموت انا في قفشات الافلام. لو إفيهات بمعنى قلش، أنا عندي قلش لا إرادي. إفيه وجاوبني عليه مع نيفين محمود كل يوم في رمضان الساعة 3:15 العصر، والإعادة الساعة 9:15 بالليل، حصريا على ميجا اف ام. احنا كمصريين متعودين لما نتحط في موقف معين بنفتكر فيه إفيه بنحبه، لكن اللي هيحصل في البرنامج هو العكس. هنسمع ضيوفنا إفيهات وهنسألهم يا ترى فكرتهم بأي موقف بالظبط. تقديمة بسيطة لضيفي النهاردة طبعا اللي هيخلي أكيد الحلقة مميزة زي كل أدواره، إن سبحان الله في كده مناطق في السينما وأدوار وفي التلفزيون بتفضل فاضية لغاية ما يجوا أشخاص معينة ويسكنوا في الأدوار دي، ونلاقي نفسنا بنقول هم كانوا فين من زمان. هو ده اللي حصل لنا بالظبط وسألنا نفسنا عليه أول ما شوفنا الفنان بيومي فؤاد. مساء الفل. أهلا مساء الفل، وكل سنة حضراتكم طيبين ومصر دايما في ازدهار يا رب. طبعا السؤال اللي دايما ببتدي بيه البرنامج بتاعي إفيه وجاوبني عليه هو ليك في الإفيهات، بس أنا أكيد هفيك من السؤال ده يعني. الحمد لله ليا في الإفيهات. لا ما واضح، واحنا بنستنى كمان الأفلام الكوميدي. يعني أنت في الدراما أستاذ، في الكوميدي معدي. الحمد لله رب العالمين، نعمة من ربنا، الحمد لله. الحمد لله. هسمعك الأول إفيه كده ونشوف يا ترى لمس معاك في حياتك بتاعت كل يوم ولا لا. جاهز؟ جاهز يا فندم. زكريا الدرديري مدرس رياضيات. ايه؟ زكريا الدرديري مدرس رياضيات وفرنساوي، عبال ما يجيبوا مدرس فرنساوي. هل حصل لك الموقف ده في حياتك؟ اتحطيت في موقف قبل كده لقيت نفسك بتعمل حاجة تانية خالص غير اللي انت جاي تعملها؟ اولا الله يرحمه الفنان يوسف عيد الجميل، فرق معنا كتير جدا، كان صديق عزيز وكنا مع بعض في الحرب العالميه، وكنا مع بعض في الرجل العناب، كنا مع بعض في الكبير قوي. الله يرحمه كان فنان جميل رحمه الله عليه. اما عن الموقف فانا هقول لك سر انت اول واحده تعرفيه. انا بعد ما اتخرجت من الكليه درست سنه في مدرسه اللي انا كنت خريج منها اساسا، كنت طالب فيها. ففي يوم رايح اسال على اخويا، كان في المدرسه والدي ووالدتي الله يرحمها، كان قالوا لي يعني روح اسال على اخوك الكلام ده، شوف مستواه عامل ازاي. فرحت المدرسين كلهم حبايبي يعني، كانوا اساتذتي في يوم من الايام، فراح بسالهم. فيعني بعد الترحاب والكلام ده قالوا لي انت اخبارك ايه واتخرجت منين والكلام ده. فقلت لهم انا لسه خريج طازه فنون جميله. قالوا لي طب احنا عاوزينك تيجي تدرس لنا عندنا ماده الرسم. فقلت لهم مدرس ماده الرسم ايه؟ الرسم اللي احنا خدناه غير الرسم اللي الطلبه عارفينه والعروسه بتاعت مولد النبي والحاجات دي، العيال مش هتستوعب يعني. فقالوا لي لا تعالى بالعكس، ده احنا مبسوطين انك تعمل ده. وبالفعل قعدت ما كملتش السنه الحقيقه يعني، بس كنت سعيد جدا بالمرحله دي. وانا مدرس رسم بقى لا مش لدرجه ان انا كنت مدرس فرنساوي ولا مدرس بتاع، بس كان صديقي جدا مدرس التربيه الرياضيه. فكنا بنتبادل ساعات مش بنتبادل، لا هو طبعا ما بيدرس رسم لان هو مش فنان تشكيلي، بس هو ساعات مثلا يشيل حصه عني بانه ياخد الاولاد ويوديهم تربيه رياضيه لو انا مثلا كده يعني، وانا كنت بشيل عنه. وكان في حاجه اسمها دوري المدارس، فكنا المدرسين كانوا بيقعدوا يتفرجوا على الماتشات من الحماس، والطلبه كلهم بيقعدوا يتفرجوا على الماتشات ديت اللي كانت بتبقى فتره البريك بتاعهم الفسحه. وكانوا ساعات المدرسين يرمزوني ان انا احسب حاجه ظلم على ناس معينه عشان بس ايه يعني انه يستمتعوا ويضحكوا ويشوفوا رد الفعل بتاع الطلبه. فمره من المرات حسبت بينالتي قبل ما يخش منطقه الجزاء مثلا كيلو تقريبا يعني، وقلت بينالتي. فالعيال مع ان انا بفهم كوره كويس وكنت بلعب كوره كويس كمان، وانا عارف القانون كويس يعني، وطبعا لانه الحوش صغير جدا مفيش اوفسايد، مفيش كورنر بس، مفيش حاجات البتاع واحسب اوفسايد. فالعيال لما يعترضوا على الموضوع يعني، فاقول لهم انا من دلوقتي، اقول لهم انا عملت اوفسايد دلوقتي، لسه حالا ان احنا مقررين ان احنا نعمل اوفسايد. فكانت بتبقى ساعات لحظات لطيفه جدا يعني. سؤال رفيع يا باشمهندس بعد اذنك، انت مانع الفرحه تخش التاكس؟ عايزين نفرح، وحشتنا الفرحه. عيد ميلاد جرحي انا، عيد ميلاد جرحي انا، عيد ميلاد. بقول لك يا ريس ما تتقلب بينا وتخلص بقى. سواقين التاكسي كل واحد مننا عنده يعني مشاهد ساخرة جدا مع سواقين التاكسي. أغرب موقف حصل لك مع سواق تاكسي؟ أنا بعيدا عن إني ممثل، أنا أبقى رئيس قسم ترميم اللوحات الورقية في قطاع الفنون التشكيلية وزارة الثقافة، فأنا موظف حكومة. ففي أحد المرات قبل الثورة يعني كان في زيادة في المرتبات
اعلنوا عنها يعني. فمره راكب تاكسي ورايح بيه مشوار، فبعد ما ركبت التاكسي قعدت ورا، فالسواق بص لي في المرايه كده وقال لي طبعا حضرتك عارف ان البنزين غلي. فقلت له لا الحقيقه ما اعرفش. فقال لي لا البنزين غلي. قلت له طبعا حضرتك عارف ان انا ماليش دعوه. فقال لي طبعا حضرتك عارف ان الحوار فضل لغايه ما وصلنا طبعا حضرتك عارف. وانا بقول له طبعا حضرتك عارف كده، وما بنضحكش، حاجه ما لا تقل عن ساعه الا تلت. كوميديا سوداء. هو الراجل بيقول لي طبعا حضرتك عارف كذا، وبعدين قال لي طبعا حضرتك عارف ان المرتبات زادت. قلت له طبعا حضرتك عارف ان مهما المرتبات زادت احنا ما زلنا موظفين يعني. فقال لي طبعا حضرتك عارف ان لو ما دفعتش الاجره كويس يعني انا ممكن انزلك انا في اي لحظه يعني. قلت له طبعا حضرتك عارف ان في امين شرطه هناك اهو ظابط انا ممكن انده لهم وابهدلك. فقال لي طبعا حضرتك عارف ان انا ما بياكلش معايا الكلام ده. قلت له طبعا حضرتك عارف ان لا هياكل معاك الكلام دوت، لان ممكن ياخدوا رخصك وممكن ياخدوا النمر وبتاع. وفضل الحوار طبعا حضرتك عارف طول الوقت لغايه ما، وفي الاخر ابتسمنا احنا الاثنين لبعض في اخر البتاع. وقلت له انت عاوز كام بقى؟ عايز كذا، فاديته له ونزلت. بس كان الحوار من اول ما ركبت لغايه ما، وكان مشوار طويل شويه، وهو طبعا حضرتك عارف كذا، طبعا حضرتك عارف. طبعا مره تانية ركبت سواق تاكسي بيقول لي ان هو عامل عمليه وكان عنده نزيف، والدكاتره قالوا له ما ينزلش، بس هو كان محتاج فلوس. فانا سمعت الكلام ويعني ما قلتش لا بيكذب ولا كلام، افترضت سلامه النيه يعني. فبيقول لي انا يعني عايز اقول لك ان انا ما زلت بنزف لغايه دلوقتي، حتى تلاقيني عمال بفادي مطبات، لان انا لو خدت اي مطب ممكن تلاقيني بنزف. وبعدين خد مطب اللي يكتبه والله العظيم هتتقلب بينا وخلصنا. والله العظيم انا بنزف دلوقتي، ابص في الدواسه اشوف هو بينزف منين بالظبط. بنسمع الإفيه اللي بعد. وقف في ايه؟ انا مش مقتنع باللي بيحصل ده. مش انا اللي في الصوره، اتفرجت وما حسيتش. فين انا؟ فين دي؟ فين دي الجمله بقى الشهيره اللي ممكن يتعرض لها اي كوميديان. فين المشهد بتاعي؟ فين الإفيه بتاعي؟ حصل لك قبل كده تشيل من النسخه النهائيه؟ كتير جدا وانا ما بزعلش خالص. لا انا ما بزعلش خالص. واخرها فيلم يوم ملوش لازمه مع الاستاذ هنيدي. انا كان ليا حوالي 14 مشهد مين، اتساب لي 5 مشاهد بس واتشال 9. حزنت في الاول شويه عشان بس ما تقليش، ببقى حريص لما يكون في فيلم انا فيه كويس يعني ان اخد ولادي واروح. ما كانش عندي حظ ان انا اروح عرض خاص، كنت مسافر فرحت في وسط الناس عادي. الغريبه الناس اتبسطوا جدا، وفي ناس اتكلموا عني بشكل الحمد لله كويس قوي، اثنوا على شغلي في الفيلم بتاع يوم ملوش لازمه. انا اللي ازعجني وضايقني شويه ان الناس اثنوا عليا، عشان اثنوا عليا فخلاص مش هقدر اتكلم خلاص يعني. انما لو حد مش عاجبه الموضوع فانا هقول له انا مش ده دوري. لكن لما يطلع حد يقول انت كنت كويس قوي في الفيلم، فانا عاوز اقول له انا كنت كويس ازاي وانا اتشال يعني اللاين الدرامي بتاعي كله كان في احسن، كان في احسن كتير، كان في مشاهد كتير جدا اتشالت. ليه؟ انا لغايه دلوقتي ما اعرفش، مش عايز اعرف. طب والإفيه اللي حزنت فعلا ان ممكن يكون اتشالك، مش لازم من الفيلم ده او من اي فيلم تاني؟ كان في إفيه لطيف قلته في الحرب العالميه الثالثه، بس كانش ينفع يستمر لان كان عليه ردود تانية من حته تانية يعني، فاتشال. بس هو كان إفيه لطيف كان بيعجبني جدا. تقوله لنا؟ لما هتلر اللي هو الاستاذ علي مرسي ومدام انعام سلوسه بيخشوا يستولوا على المتحف اللي احنا فيه، فخلاص بيطردونا بره، فبنلم هدومنا وبنمشي. فاحمد عرابي جاي بيقول لي يا حاج محمد، انا كنت عامل محمد علي باشا، حاج محمد هتروح فين؟ فقلت له هروح اقعد عند خالتي في تريومف. فده كان جايب ضحك جامد جدا من الناس، على ان انا طبعا خالتي اللي لسه عايشه وانا راجل محمد علي باشا كل شعر ابيض لسه عايشه وقاعده في تريومف. وبعدين محمد علي باشا ايه اللي خالته قاعده في تريومف؟ ما كانش في تريومف ساعتها يعني. انت كنت صاحب الإفيه ده؟ انا كنت صاحب الإفيه ده بالظبط. اخر إفيه بقى بننهي بيه. سؤال صعب. سوما الفنان يقول ايه لسوما الانسان؟ وحشتني قوي، ما تيجي بقى، انت فين؟ سوما الفنان يقول ايه لسوما الانسان؟ وحشتني، انت فين بقى؟ تعال. يعني النهارده بقى انت كفنان هتقول ايه ليك كإنسان؟ هقول احترم نفسك، خد اجازه، الدنيا مش شغل بس، البيت محتاجك الحقيقه هم صبروا عليا كتير، سنين سنانهم الحقيقه يعني. انا عندي نور 16 سنه بنت، وعندي ولد 15 سنه محمد، وعندي جود 4 سنين ونص. جود في مره من المرات داخل فبتقول لي بابا انت كنت فين؟ قلت لها حبيبتي كنت بصور. قالت لي الله يحرق التصوير. عندها 4 سنين؟
ونص. بسم الله ما شاء الله، نستنى كوميديانة جديدة. لا، طفلة وانا وصلتها الى هذه الدرجة يعني. استمتعت جدا بالحوار معاك، واخر حاجة اقولها لك، كل سنة وانت طيب، ومستنيينك في اعمال